أعرف رجلا أولاده ليسوا يعني من الذين تلقوا العلم ودرسوا، لا في عاديين مثل الناس، كلهم عددهم فوق 10 لا يتركون الصلوات مع الجماعة. الذي جعل في قلوبهم خشية الله أمرين: الأمر الأول كانوا يبيعون مع أبوهم في الدكان، وإذا شك في بيعة يلغيها خوفا من الحرام، وأبوهم هذا شري منه بيت ب1,000,000، والذي اشترى البيت يعلم أن الجبل سوف يهد ويأتي عليه مشروع، فثمن مكان البيت مع المشروع ب25,000,000. فجاء الخبر فقال: يا والدنا أشتكي إلى المحكمة واطلب حق الغبن، الإقالة بسبب الغبن، أنه دلس عليك وما أخبرك، لأن البيت كان شعبي. قال: لا، هذا رزقه. قالوا كذا، قال: وإذا كانت بعثت يوم القيامة وتبين أن الحكم الذي حكم به القاضي ما كان حق، القاضي يصيب ويخطئ، أنا في نفسي شيء، أنا خايف يغنيني الله من وسع فضله. فقبل 1,000,000 وترك 24,000,000. النقطة الثانية هي قلت لكم البيع. النقطة الثانية كان إذا صلى في الليل يصحى أولاده من صوته، يقوم من صوته: إيش فيه؟ يجدون على سجادته يبكي، يدعو يبكي: اللهم لا تعذبني، اللهم ارحمني، اللهم ارفق بي، اللهم اغفر ذنبي. حتى يقول واحد من الأولاد: أنا حسيت أن أبوي قتل له واحد، من كثر ما يبكي يقول: لا تعذبني لا تعذبني، وش سوى أبوي؟ فتعودوا على أن يخشوا الله عز وجل ويتقوا.